مساء الخير يا حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني، يا رب تكونوا بخير. شايفين الفطيرة الجميلة الحلوة النهاردة دي؟ ولا اروع بجد، تحفة وطرية وجميلة وهشة. خليكم معايا شوفوا عملناها ازاي، واقول لكم السر، الطراوة والقرمشة والجمال ده. ودهناها بايه وحطينا ايه، الخلطة والعصاج والحاجات الحلوة دي والتوفير. فطيرة اقتصادية وجميلة جدا وحلوة، وكل حاجتك في البيت هتحطيها في الفطيرة الجميلة دي بجد. خليكم معايا قبل ما نبدأ وصفتنا. لو ما تعرفينيش، انا ميرا، اكلات ميرا. لو مش مشتركة في القناة اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وخليكم معانا، يلا نشوف الوصفة عملناها ازاي. انا لفة الجلاش الحلوة دي النهاردة، وعايزين نعمل فطيرة سريعة جميلة. نقول بوريك تركي، نقول الفطيرة الحلوة بتاعت العشاء او غدا مستعجلين. نقول فطيرة الانجاز اللي بتنقذنا، المنقذة. ومعانا الحشوة الحلوة دي النهاردة. عملنا ايه؟ خرطنا بصلة وحطينا حتة زبدة، سمنة اللي عندك، معلقة زيت، وشوحناها ووطينا النار. غسلنا ربطة سبانخ وقطعناها على جنب، ونص البصلة فصلناها على جنب، حطينا عليها بطاطس سلقينها ومستوية وحطيناها على جنب. كسرناها كده بالمعلقة في البصلة اللي على جنب، ونص البصلة تاني على جنب حطينا ايه، السبانخ. شوحنا ده وشوحنا ده، وفي الاخر ايه، خلطناهم على بعض. حشوة طعمها تحفة جميلة جدا اهي، حشوة جميلة. حطينا ملح وفلفل وقرفة وجنزبيل، وعندنا فلفلة قطعناها خضرة اهي. وهنبدأ نشوف. عندنا كيس موتزاريلا، او عندك جبنة براميلي، عندك باقي فراخ، باقي اي حاجة بواقي. وهنعمل فطيرتنا ونحشيها تبقى زي العسل. فطيرة بالخضار، اكل صحي، السبانخ حديد واكل صحي وجميلة جدا. وفطيرة اقتصادية، كل اللي عندك في البيت بواقي في التلاجة حطيه، هتبقى جميلة قوي قوي. هنشوفها مع بعض. التشريبة بتاعتنا بتاعت الفطيرة او الجلاش اللي هنعمله او الفطيرة الجميلة دي، معانا كوباية زبادي ومعانا بيضة، وهنخلطهم على بعض وهنتبلهم، وهنحط معلقتين زيت، او لو عندك سيحتي زبدة اللي عندك مادة دهنية. وهنشوف نعمل ايه يا حبايبي. اهو يا حبايبي، وهنضرب البيضة. حطينا ملح وفلفل وقرفة وجنزبيل، وهنضرب البيضة كويس قوي. وهنحط معلقتين زيت كده بالمعلقة اهو، ونخلطهم. هنحط كوباية زبادي. دي التشريبة اللي هنعمل بيها الفطيرة بتاعتنا. اهو يا حبايبي، ونفضل نضرب جامد كده الزبادي، نخلطه في البيضة والزيت، او ان كان زبدة سيحتيها او سمنة اللي تحبيه. ضربناها جامد كده، وهنبدأ نشرب الفطيرة بتاعتنا ونشوف هنعملها ازاي. حابة تعمليها نظام الجلاش، تفرديها في الصينية نص وتشربيه وتحطي الحشو وبعدين النص التاني، اوكي. مش حابة، احنا بنعملها في صينية مدورة. نص الجلاش، الورق نص جوه الصينية والنص بره. نفضل نرص كده لغاية الاخر، وبعدين نحط الحشوة ونبدأ نجيب النص التاني فوقيهم نقفلها. زي ما عاملة قبل كده الفطيرة على القناة، عاملاها مرتين ثلاثة، شوفوها جميلة جدا على القناة موجودة، وعلى صفحة الفيسبوك أكلات ميرا. وهنبدأ نشوف نعملها ازاي. النهاردة هنعملها بالطريقة دي عشان الحوض معانا الستانلس ده مستطيل، فهنبدأ نحط الورقة كده بطولها في المستطيل ونبدأ نعمل التشريب. لكن الفطاير اللي قبل كده قلتلكوا عملتها بالطريقة اللي قلتلكوا عليها. الصينية كانت مدورة، كنت بحط نص الورقة جوه
ونصها بره، وبعدين نقفلها كده. بس بعد ما نحط لفة الجلاش كلها، نص بره ونص جوه، ونحط الحشو في النص. نبدأ نجيب الفطيرة بقى كلها كده، وبنشرب رق. وبقى انزل لكم على صفحة الفيس اللينك بتاع الفطيرة التانية اللي نص بره ونص جوه. عملناها كتير وحشيناها وكانت جميلة جدا. وهنعمل الفطيرة دي النهاردة برضو، بس ايه، مستطيلة زي ما هي. يلا هنحط النص زي الجلاش وزي الرقاق، النص لفة الجلاش تحت ونص فوق، والحشو في النص. يلا هتبقى جميلة جدا. فطيرة الخضار دي بتبقى طعمها تحفة، جميلة جدا. عندك بواقي فراخ، بواقي كفتة، بواقي جبن، كله حطيه معاه. وبالخضار بس بتبقى بتجنن. وعايزة لو نباتين، لو عايزة معاها جبنة حطي جبن. وهنشوف ايه الحاجات الحلوة دي النهاردة. هنبدأ اهو، حطينا من التشريبة بالمعلقة، وهنبدأ ندهنها اهو. كل ورقتين من الجلاش اهو. هنبدأ ندهنها بالتشريبة الجميلة دي اللي عملناها. هتبقى تحفة وطرية، مش هتسقيها بعد كده بيض ولبن ولا حاجة. دي هتبقى حلوة جدا. يلا اهو يا حبايبي، حطينا ورقتين تاني، وهنعمل التشريبة برضو. وايه، هنخلص نصها، نقسم لفة الجلاش نصين، ونخلص نصها كده، ونحط الحشوة، ونخلص نصها ونعملها عشان ما اطولش عليكم. ونبدأ نحط الحشوة بقى اهو يا حبايبي. حطينا نص لفة الجلاش في الدور اللي تحت اهو، الطبقة الاولى، ودهنا بالتشريبة بتاعتنا زي ما شفنا. وحطينا الخلطة جميلة جدا، الخضار الجميل المغذي، طعمه تحفة بجد. والبصلة يدوب قبل ما تصفر كده، ومقلبينها بحتة زبدة ومعلقة زيت، وعطت طعم حلو. رمينا عليها السبانخ، ونصها عملنا في نفس الطاسة البطاطس. دلوقتي الحشو بطاطس وسبانخ وقرن فلفل اخضر قطعناه اهو عليهم. ويلا جميلة جدا، شايفين؟ تحفة بجد ولا احلى. عندك جبن حطي، عندك اي حاجات عايزة تحطيها في فطيرة الخضار الجميلة دي حطي. بواقي فراخ، اي حاجة، بواقي جبنة رومي، جبنة موتزاريلا، اللي عندك. عايزة تخليها خضار كده نباتي، جميلة جدا وتحفة مغذية. يلا، وبجد فطيرة جميلة جدا تسعفك في العزومات، غدا عشاء اللي تحبيه، وبحاجات جميلة ومن البيت اهو. يلا اهو يا حبايبي، جميلة جدا. فردناها اهي، الخلطة طعمها تحفة اهو. جبنا كيس اهو الجبنة الحمد، حلوة جدا الحمد، نظيفة، او بندة. انا بستعمل الحمد او بندة موتزاريلا، جميلة جدا اهو. وهنفردها عليه، تحفة بجد اهي ولا احلى. هنبدأ نفردها عليها، نحط شوية تاني اهو يا حبايبي. حطينا الجلاش اهو يا حبايبي، حطينا شوية جبن تاني اهو، موتزاريلا، جميلة جدا. الفطيرة مش هتكلفك حاجة. البطاطس من البيت، السبانخ، ربطة سبانخ ان كان عندك او جبتيها، قرن فلفل، ولفة الجلاش. كيس جبنة الحمد الصغير ده جبناه ب23 جنيه، ارخص من انك تجيبي قطعة فطيرة او بيتزاية من الشارع، غالية جدا اهو. وعملتيها بالخضار مغذي وحلو، وبالجبنة اهو، بدل ما البيتزا ب100 وحاجة ولا ب200 اهو. مفيش دلوقتي ب100. وربنا يرحمنا بجد وتولانا. يلا نشكر الله. حلوة. وهنحط نص الجلاش، لفة الجلاش التاني من فوق، كل 2، ونشرب بالتشريبة اللي عملناها، جميلة تحفة. يلا ونشكر الله، الحمد لله على كل شيء. وندبر كده ونوفر، ونبتدي نعمل حاجات اقتصادية حلوة
اهو اللي عندك في البيت، عندك جبنة رومي، عندك جبنة براميلي، اي حاجة. اهم يا حبايبي حطينا اهو، حطينا دور من الجلاش، ورقتين، وحطينا ايه التشريبة. نبدأ نرصها كل النص الفوق وبنعمل بالتشريب اهو. خلصنا اخر دور اهو، اخر طبقة، وهنحط عليها برضو التشريبة الباقية، هندهنها كلها وهنحطها في الفرن على 160 الرف الوسطاني اهو، و10 دقايق ونبص عليها او ربع ساعة. يلا يلا، جميلة جدا. هتسميها بوريك تركي بالسبانخ والجبن، سميه، بس البوريك من غير دقيق، يعني من غير عجينة، بالجلاش اهو. طبعا تحفة، فطيرة، سميه كل حاجة اهو، جميلة جدا. هتبقى طعمها جميل قوي، مختلف عن طعم الجلاش اللي تعودنا عليه، لا بتبقى اطعم وحلوة جدا. يلا هنحطها في الفرن، هنشوفها لما تطلع. بالهنا والشفا. واو واو بجد، شايفين يا حبايبي تهوس. واو، شايفين الفطيرة استوت، جميلة جدا، تحفة بجد اهي. يلا ولا اروع، شايفين جميلة جميلة جميلة، الخضار والجبن وكل حاجة حلوة. يلا بالهنا والشفا. تنسونيش اكلات ميرا، تنسونيش في اللايك والشير، ولايك كتير، واللاف بتاعكم الحلو واللايك، علشان تكبر قناتنا بيكم وليكم، توصلكم كل وصفاتي، كومنتاتكم الجميلة. كل سنة وانتم طيبين. اكلات ميرا على الفيسبوك، وقناتي اكلات ميرا على اليوتيوب. نوروني ودعموني وشرفوني، واهلا بيكم. كل سنة وانتم طيبين والسلام. يا حبايبي الصينية تحفة، شايفين الطراوة والجمال والجبنة طرية طراوة، شايفين خطيرة، شايفين طرية ازاي وجميلة، الحشوة والجبنة اهي، شايفين الحلاوة زي الكيكة. اكلات ميرا، تنسونيش يا حبايب في اللايك والشير، ورأيكم يهمنا وكلامكم الحلو. تابعوني ودعموها، جميلة جدا، واعملوها خطيرة خطيرة. شايفين اهي، تحفة بجد، تحفة، طعمها ولا اروع، حلوة جدا جدا جدا. يلا اكلات ميرا، متنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، واعملوها وجربوها، وطعمها حلو قوي، مغذية. ولادك اللي مش بياكلوا الخضار ولا السبانخ اهو مش هيعرفوها، جميلة جدا، تحفة. وبالجبن اللي عندك حشوة حطيه اهو، حلوة قوي، بالهنا والشفا. شايفين جميلة وطرية وتحفة. يلا اكلات ميرا، ولايك كتير، واللايك بيهمنا عشان الفيديو يوصل للكل، وعلشان القناة تكبر بيكم وليكم، ونكمل مع بعض وصلكم كل وصفاتي. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام.